لنصر الاتحادية. المصريين أمت، المصريين أمت. عامله ايه؟ يا رب يا رب بارك مصر، يا رب بارك مصر، بارك مصر، بارك مصر، بارك مصر، بارك مصر يا رب، بارك مصر يا رب. المرة دي جت مش هنسيبها لحد، المرة دي جت مش هنسيبها لحد. محب عبود رئيس النقابة المستقلة للمعلمين بالإسكندرية، وبنوجه شكر كتير لزميلنا أستاذ حسني حافظ اللي خلص كلمته دلوقتي، ومع كلمة الأستاذ محب عبود. باطل باطل إعلان دستوري، إعلان دستوري، كلمة يا إخوان، دستور يا إخوان، العريان والكادتني، مرسي كمان، وديع كمان، باطل باطل باطل. أنا جايلكم النهارده عشان أقول لكم إن الكلام اللي بيتقال إن المدرسين مع مرسي ده كلام باطل 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 باطل. احنا نقابة المعلمين المستقلة، ومعانا نقابة المعاهد القومية، ومعانا نقابة العاملين بالتعليم. كلنا بنقول لمرسي باطل 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 باطل، وبنقول لكم استفتاء مزور. وعشان كده كلنا هنقول لمرسي لما بتهرب من معنا حاجه زي كده، والله هتعمل ايه في الايام السوداء اللي هتشوفها اللي جايه. عشان نحافظ على هم عملوها. قال لك ايه؟ شارع الجامعه، شارع الجامعه اكتر من ميدان التحرير. قال لك بالعقل لما النهارده يتحاصر الاتحاديه، ولما بتنسي جابر يبقى كده، ولما الاسماعيليه تبقى كده، ولما التحرير يبقى كده. الشرعيه اللي بتتكلموا عنها لا القدر وافق عليكم ولا الشعب عايزكم. انتوا مغتصبين الكراسي، مغتصبين الحكم ده. عشان كده والمرشد كمان والعريان والكادتني والعريان والكادتني. تحية مصر. طبعا اساتذتنا اللي منهم استاذ محب عبود فوق دماغنا، لكن معانا اخر واحد تم اعتقاله في الايام اللي فاتت. معانا احمد فاروق الطالب في كلية الحقوق. شباب انا مش عايز حد يقلق من اي حاجة، احنا هنعتقل علشان الحرية، ومش هنخاف ومش هنطاطي من اي حد هيهددنا. انا جالي تهديدات بعد لما طلعت من المعتقل، مش هيهمني اي حاجة، هنفضل على مبدئي، هنفضل ثورجية لحد ما نوصل للحرية.
شباب هم هيفضلوا ورانا واحنا مش هنيأس. احنا في اتحاد طلاب كلية الحقوق مش عارفين ياخدوه مننا ليه؟ علشان ايد واحدة مع بعضينا ومش هيعرفوا ياخدوه. وانا جاي هنا النهارده مش علشان اقول ضد التأسيسية بس او ضد الاستثمار بتاع الدستور بس، لا انا جاي هنا علشان اتمسكت من وسط المتظاهرين وطلبت من الاخوان، تمام؟ هفضل اقولها يسكت ايه الاخوان؟ يسكت ايه الاخوان؟ ومش جاي علشان برضو الاستفتاء ولا زي ما قلت عشان البيان الدستوري بس، لا انا جاي هنا علشان اقول الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد